في خبر ورد قبل قليل، تلقى المنتخب الجزائري ضربة موجعة بعد تأكد غياب متوسط ميدانه السفير تايدر عن نهائية كأس إفريقيا بسبب الإصابة. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد رسميا أن الفحوصات التي خضع لها تايدر بعد الحصة التدريبية التي أجريت صباح الأربعاء أكدت استحالة مشاركته في العرس الإفريقي. وأشار البيان أنه استجابة لتقرير الطاقم الطبي للمنتخب قرر الطاقم الفني بقيادة المدرب جورج نيكنز استبعاد تايدر من قائمة المنتخب على أن يتم استبداله بلاعب آخر لم يتم الكشف عنه بعد. سفير تايدر كان قال لك المهمة مش سهلة، اللعب في افريقيا أصعب بكثير من أوروبا، احنا لاعبين تقريبا كلهم محترفين في أوروبا، قال لك لكن نريد التتويج بهذا اللقب. Ce qu'il a dit est juste. C'est vrai que l'Afrique صعيبة على l'Europe, le climat تاعها, l'humidité, fait beaucoup de choses. L'Europe c'est le tapis, c'est la tranquillité dans le jeu, في كلش. واش قال كلام صحيح، قال لك احنا on va tout faire, c'est difficile, mais on fera tout pour essayer d'aller plus loin, pourquoi pas de ramener la coupe. وهذه حاجة لوجيك، أنا داكور معاه. واضح يعني اهداف المنتخب الوطني. دون لو فون جو بريفير افوار اون ايكيب ولا دي جوار يعني يهضروا بهذا اللونجاج كو داتر يعني يقول لك حنايا سون بروبليم. جو بريفير لي جوار يكونوا ساسي واقعيين اكثر من اي شيء، واقعيين يعرفوا بلي سافا تري ديفيسيل مي كونت اون سي كو سي ديفيسيل. انا جو في لا كومباريزون بلا كوب دافريك هذيك تاع 2010 وين كان لو مالاوي باغ اكزومبل اون برومي ماتش كان المنتخب مجهول، حتى اللاعبين كانوا يتكلموا بوكو بلوس على الدوزيام والتروزيام ماتش كو البرومي ماتش، ايزيتي سور بلي لو مالاوي سافا ايتر فاسيل. دونك اليوم انا كي نسمع الكلام هذا او كونترير سي اون بون شوز، انا نشوف بلي سي راسيورون و لي جوار يسون ديجا دون كوب دافريك تما يسون ديجا اون بلان دودون، يعني راهم محضروا في روحهم. والانسان ما يشوفش المقابله تاع موريتانيا يعني ياخذها كريفيرونس باسكو سافا با ايتر سي با المام. يعني بور موا مباراه تجريبيه لبعض اللاعبين، المقابله هذيك سيتي بوكو بلوس بوتيتر خموا النخب، يعني خمم باش بوكو بلوس يعطي الثقه للاعبين تاعو اللي ربما كانت عندهم نوع من بعض الشك بعض الخساره امام نيجيريا كانت 3-1 مش 3-0، يعني جاب لهم une équipe à peu près qui n'est pas de leur niveau, donc ils pensent peut-être les joueurs après une période de travail في سيدي موسى. Je pense بلي اللاعبين quand même ont bossé, ont fait un travail un petit peu poussé. يعني تشوف بلي خير تربص في سيدي موسى قبل كاس افريقيا قرار يعني. حنا اليوم ما تقدرش اليوم نهضر انا بكلام تاع حنا خلاص يزون في البريباراسيون هي سوريتي ميور باغ اكزومبل لو كان راحوا حضروا ليه اسكو انت عندك لاعبين في يدك اسكو فهمت يا بوكو تشوز يعني عوائق. احنا انا نقول بور جوي اون افريك يفو يالي لابا فهمت، يفو بنادم يروح يدير تربصات ليه ويدير مقابلات لهيك باش تكون يعني اينما الفريق تاعنا اليوم على الظروف تاعو. انا يعني ما نعرف يعني الظروف يعني تاعهم، نقول بلي يساف بيان كو لافريك سافا اتر تري ديفيسيل فهمت. واضح. المهم اجوردي بارابور قلت لك لا كوب دافريك هذيك اللي داروها في 2010 جونطون ان اوتر سون يعني كلام اخر يعني من فريق من اللاعبين سا سي بون. انا بور ما جو سوي بوكو بلوس يعني ماهمش عايشين في السحابه. لا ماهمش عايشين يعني في امر يعني كل سهل، يعني ما عارفين باللي صافا تو الموند يعني بار لو ميم لونغاج، عارفين باللي صافا تري ديفيسيل. دونك كي تكون انت محضر روحك وتقول باللي صافا تري ديفيسيل، هذه كما كان الحال يعني راح تكون عندك ردة فعل، يعني حتى ولا ما تكونش مليح تكون عندك ردة فعل يعني في كاس افريقيا هذه الكابون. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني. المختصون انه يسمح للخضر بالدخول مباشرة في اجواء المنافسة. تفاصيل اوفى في تقرير مراسلنا حسين بوصالح. التحضير بالجزائر والسفر يومين فقط قبل موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون
هو ما قرره المدرب البلجيكي للخضر جورج ليكانس، الذي رأى أن السفر المبكر إلى فرانسفيل لن يفيد المنتخب الجزائري في شيء، وهو الرأي الذي شاركه فيه المختصون والعارفون بشؤون الكرة الإفريقية خاصة، وأن أغلب المنتخبات اليوم تفعل نفس أشياء علمية. لما تمشي 5 أيام لازم تتأقلم مع أجواء الدولة ذاك البلد. أما لما تمشي يومين 48 ساعة أو 3 أيام على الأقل ما راحش تعيش في المباراة الأولى ضغط المناخ. هذه لما كنا نلعب يعني نشارك في الكؤوس الإفريقية كان هذا هو الاختيار، إما أسبوع إما 3 أيام. أكيد بلي 48 ساعة هذه كافية، لأن رايحين لاعبين رايحين مباشرة يعني في طيارة خاصة، يعني قليل الفرق اللي عندهم هذه الإمكانيات هذه، يعني خاصة في بطريقة خاصة 48 تكفي باش يوصل ويكونوا حاضرين في المقابلة خاصة الأولى. خبرة لاعبي المنتخب الجزائري وتعودهم على اللعب في إفريقيا، إضافة إلى ما يحتويه مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات بالجزائر العاصمة من إمكانيات، جعل الزملاء تايدار يرون في التنقل إلى الجابون يومين قبل بدء المنافسة قرارا صائبا ولا يعقد من مأمورية تأقلمهم مع طبيعة فرانسفيل. أظن أن التحضير هنا أفضل. نحن نعرف جيدا المركز التقني بسيدي موسى، والتحضير يتم في ظروف مثالية للعمل، وأمر رائع أن نحضر هنا. التنقل يومين قبل المشاركة في الكان لن يكون عائقا في وجه تسجيل الخضر لنتائج إيجابية، خاصة وأن التجارب الماضية أثبتت على أن التنقل المبكر لن ينعكس بالضرورة إيجابيا على المحاربين، وكانوا 2013 بجنوب إفريقيا خير دليل على ذلك. هناك شبه إجماع إلى أن التنقل المتأخر إلى الجابون لن يؤثر على أداء اللاعبين، وبحسب متابعين فإن الأهم هو مدى نجاح المعسكر التحضيري الذي أقيم هنا بالجزائر العاصمة. حسين مصالح، بي سبورتس، الجزائر. الجزائر إذن ستكون في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السنغال، تونس وأيضا زيمبابوي. كابتن أيمن منصور، مرحبا بك إذن من جديد. أهلا بك، ربنا يخليك. المنتخب إذن الجزائري سيتحول إلى الجابون قبل يومين من انطلاق البطولة. كما كنا نسمع في التقرير هناك من يعتبر هذا القرار قرار صائب، وهناك من يختلف مع هذا القرار بما أن المنتخب لن يكون له المتسع من الوقت حتى يتأقلم مع الأجواء هناك في العاصمة الجابونية ليبرفيل. هي الوضع الطبيعي طبعا ازاي المنتخب يغادر طبعا او يوصل بدري عن البطولة، مثلا على الأقل 3-4 أيام أو أسبوع بكتيره، لأن لازم يتأقلم مع الجو هناك، لازم يتأقلم على الملعب، أرضية الملعب هناك. فبالتالي برضه حتة التدريبات وحتة الجو وحتة الإقامة والتعايش طبعا دي بتزيده طبعا، ان هو برضو ازاي يلعب او يؤدي المباريات في الاجواء دي. لكن انا شايف برضو من ناحيه ثانيه انه عنده 29 لاعب او عنده 26 لاعب محترفين. نعم. في اوروبيات او في الدول العربيه، لكن برضو دي ما تاثرش تاثير يعني بالشكل الايجابي. بطوله افريقيا تختلف تماما عن الدوريات الاوروبيه، فبالتالي اللعيبه عايزه وقت لما تيجي تتاقلم مع الوضع بالنسبه للجابون. فانا شايف ان هو برضو يمكن يومين قليلين جدا. نعم. جدا طبعا. الاحتكاك في البطوله على الاقل تقعد 3-4 ايام. والمدرب طبعا ان هو يعني عمل مباراه يمكن موريتانيا الاخيره، انا شايف ان هو برضو يمكن نزل فيها او شارك فيها اعطى الفرصه عدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين كمان. لكن بنقول برضو يمكن اكتملت القوه طبعا اللي هي الضربه بتاعه ياسين ابراهيم ورياض محرز واسلام رياض والعربي هلال، دول القوه الضربه في منتخب الجزائر. طيب، ما دمت تتحدث عن موريتانيا، والاختبار الأول كان للمنتخب الجزائري ولو أنه سيلعب مباراة أخرى، الانتقادات هناك انتقادات كثيرة وجهت للمنتخب من قبل الصحافة الجزائرية حول أداء منتخبها في ودية موريتانيا الأولى. برأيك كابتن أيمن إلى أي حد ستأخذ ربما بعين الاعتبار في الودية الثانية التي قد تشهد عودة اللاعبين الأساسيين؟ هو أنا شايف أن برضو يعني
يعني طلع بتجربه ان هو لعب، يعني الناحيه الفنيه ان هو لعب الاسلوب اللي هو منتخب موريتانيا يشابه منتخب زيمبابوي في الاسلوب اللعب بتاعه، لكن هو عشان عايز يحسن اللعب الهجومي عنده، اللعب الهجومي برضو الى حد ما يعني محدود كويس يعني. فانا شايف ان هو الدفاع طبعا لازم، هو اسلوب لعب برضو لكنز المدرب المنتخب الجزائري ان هو عايز يعني يدافع بشكل جيد، وعايز يحسن اللعب الهجومي بتاعه والضغط على حامل اللقب، هو ده بيشتغل عليه حته موضوع الضغط، وحته ان هو ازاي يحسن الضغط الهجومي بالنسبه للثلث الاخير في انه يحرز الاهداف ان شاء الله. على كل المنتخب الجزائري نذكر مشاهدينا كان فاز بالوديه الاولى ب3-1، وستكون له مباراه اخرى ايضا امام منتخب موريتانيا. تقارير عالميه اكدت ان نشطاء مقربين من المعارضه في الجابون دعوا الى مقاطعه